اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. النهارده بقى هاخدكوا روتين بنجهز بقى لماما انا واخواتي عشان نحس كده ببهجة رمضان. آم، طبعا زي ما انتوا عارفين انا ام التوأم وحامل في الشهر السابع، بس طبعا ده ما يمنعش ان انا بحب طبعا اجواء رمضان والتنظيفات اللي قبل رمضان دي، ونروح عند بيت ماما. يا سلام، بيبقى يعني قمة السعادة الصراحة. وانا الصراحة ما عملتش كتير، يعني اختي الله يبارك لها هي اللي عملت، بس برضو ايه الوقفة نفسها وان احنا نشارك مع بعض ونضحك بقى، والضحكة اللي طالعة من القلب دي يا سلام بتبقى جميلة والله. ربنا يعود علينا رمضان بالخير يا رب، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وهنا بقى بدأنا بقى، انا جيت اصلا متأخر، يعني اختي كانت الله يبارك لها في صحتها عملت كل حاجة. وكنا بنغسل كده بنشطف الكوبايات من التراب عادي. وغسلنا اول حاجه، غسلنا المطبقيه اول ما انا جيت، وحشنا الكوبايات وكل حاجه، بعدين غسلناها ودي الاطباق برضو كنا بنشطفها. آه، روتين كده بسيط وهادي. والبيوت القديمه طبعا بتاعت ماما وبابا وجدتي كده بتبقى كلها كده، يعني دفى وحاجات حلوه. الواحد يعني هو مش الفكرة ان انا اروح انضف، هي الفكرة ان انت تحسي باجواء رمضان كده، وان انت مع اخواتك بتتجمعوا تاني بعد الجواز والخلفة انت وولادك بقى وولاد اخواتك وكده، وبتبقى الضحكة طالعة من القلب الصراحة يا جماعة. وهنا بقى كنا بنشطف الاطباق ورصناها تاني. انا حبيت اشارككم بقى في الروتين بسيط كده ببيت ماما قبل رمضان. وبعدين بقى ايه، بعد ما شطفنا الاطباق حطيناها في المطبقية. ما تنسيش تشتركي في القناة وتفعلي زر الجرس وتضغطي لايك لو عجبك الفيديو. هنا بقى كنا رسمناها، وبعدين بقى رحنا عملنا حاجات تانية، خلعنا بقى ايه بين البلكونة الشيش وكده، وبعدين غسلناها في الحمام. وكان يوم جميل يا جماعة والله، يعني هي أحلى حاجة في الموضوع اللمة، يعني ولا تنظيف ولا حاجة خالص، هي اللمة بس في بيت باباك ومامتك كده، تحس ان انت رجعتي تاني صغيرة. لسه يعني مع ولادك بقى ولاد اخواتك، وتبقى اللمة جميلة وحلوة والله. انا زمان بقى كنت بحاول اخلص كل حاجه في نفس اليوم، بس دلوقتي طبعا عشان انا معايا طفلين توأم، وفي بنوته في بطني، يعني هو السبع تقل الصراحه، بس طبعا ايه بحاول كده ايه ناخد كل حاجه بالراحه، ونشتغل شويه ونرتاح شويه. طبعا اطفالنا اهم والبيبي بطني اهم، بس هي اللمه بتبقى حلوه كده ولما تحس ان انتوا بتشاركوا مع بعض كده الحاجه بتبقى جميله الصراحه، لها احساس مختلف. وانا حاسه ان شاء الله ان رمضان السنه دي هيكون اجمل من اي رمضان عدى، وهيبقى مختلف تماما، لان انا معايا ولادي ما شاء الله التوأم كبروا كده بقوا سنه وتسع شهور، ومعايا بنوته ببطني. بس ربنا يعدي بقى على خير وما تعبش في رمضان ده، واروح المستشفيات واعلق محاليل، ادعولي بقى ايه كده اقوم بالسلامه، وربنا يسترها عليا رمضان ده، واعرف ان انا اتحرك واعمل فطار وكده ان شاء الله. يعني انا مش، حتى لو انا تعبانه برضو يعني العزومات دي اساسي، يعني مش هينفع كده ايه ما اعملش عزومات الصراحه. وبعد ما بقى ما غسلنا الشيش بتاعنا سيبناه ينشف، يعني يتصفى من الميه، وبعدين عملنا بقى ايه الرز. طبعا الاكل طبعا في بيت ماما بقى ليه طعم تاني، يعني حتى لو احنا بناكل في بيوتنا كده حاجات ملهاش حل، بس ابسط حاجه في بيت الاب والام بيبقى لها طعم مختلف تماما طبعا، يعني ما تعرفش بيبقى لها ريحه وطعم مختلف كده. هنا بقى كنا بنعمل قدحه القلقاس، لان احنا بنحبه كلنا في البيت، مش باكله في بيت جوزي طبعا لان هو مش بيحبه، فبنضطر ان انا لازم كل ما بروح عند ماما تعمل لي قلقاس عشان انا بحبه، ما بعرفش اعمله في بيت جوزي طبعا عشان هو مش بيحبه. عملنا القلقاس والله يا جماعه، فعلا الاكل في بيت الاب والام يبقى حتى لو بسيط كده ويعني ما فيش مثلا حاجات اللي هي يعني الواو، حاجات اللي نتعرف عليها، بس بيبقى طعمها تحفه. فروحنا بقى كملنا بعد الاكل طبعا بعد ما اتغدينا،
كملنا طبعا الشبابيك في البلكونة اللي هو الشيش. ما بنعملش في البلكونة لأن البلكونة مفيهاش صرف يعني، فبنحاول على قدر الإمكان نلم المية ومتبحترش مننا. وبعدين بقى أنا رحت جبت الحيطة اللي ورا البوتاجاز دي ورشيت عليها سترس ودعكتها، يعني معرفتش اوصل للي فوق بس عملت على قد ما قدرت الصراحة، على قد ما قدرت ايدي وعلى قد ما قدرت وقفتي، بس الحمد لله نطفت لحد ما يعني وبقت جميلة. ما تنسيش تصلي على النبي في الكومنتات وادعميني بلايك عشان نرفع الفيديو ويوصل لعدد اكبر عدد ممكن. وانا عايز ازود يا جماعة، يعني يا ريت اللي يشوفوا الفيديو يشترك في القناة لان في ناس كتيرة بتشوفه وما بتشتركش. كانت نزلت طبعا في بيت ماما، فكانت لما كتير ما كنتش مبينة صوت الدعك صوت التنظيف يعني. بس بقى بعد ما تنضفي بقى وتجهقي وتحسي الواحد بيحس كده بريحة رمضان في بيت بابا ومامته قبل بيته طبعا واللمة يا سلام يا جماعة والله، يعني ربنا يبارك لنا في والدينا يا رب ويديهم الصحة يا رب، اللهم امين. بعد كده بقى ايه، بعد ما نشف الشيش واحنا مركبينه، ركبنا الازاز ده غسل بس انا مصورتهوش، وحاجات كده بسيطة كده وجميلة الصراحة. ودي الحيطة بعد ما غسلناها، واختي الله يبارك لها هي اللي كانت منضفة الحاجات دي، فقلت اوريها لكم بقى.